أنا في المينا في وقت الحرب. Increasing tensions. President Trump says the U.S. and Denmark will have something on Greenland in 2 weeks. لو البحر الشمالي ساح قناة السويس مش هيبقى ليها لازمة، وده اللي بيحصل دلوقتي. كله طمعان في جرينلاند إن هو هيبقى ممر التجارة العالمي قريب. احنا في آخر شهر 1 ولحد دلوقتي التلج منزلش. دي حاجة غريبة جدا. من أحلى المناظر اللي ممكن أشوفها في حياتي غروب الشمس من جرينلاند القطب الشمالي. هو ايه اللي يخلي جزيرة كلها لونها أبيض تسمى الجزيرة الخضراء جرينلاند؟ جرينلانديين أصلهم مش أوروبي. أول صاحب ليها يزور جرينلاند ومش دنماركي. You're gonna be my first. No way. Yeah. Egyptian Arabian. سكرانين اهو. يا ايجيبتن. سكرانين خالص. انتوا مجانين؟ مفيش نت في الشارع ولا ايه؟ احنا وصلنا فين؟ اهلا بكم في جرينلاند. Welcome to Greenland. ومن مطار القاهرة تبدأ رحلة مختلفة، وعشان نوصل لجرينلاند محتاجين ناخد أكتر من 3 طيارات. هنبدأ رحلتنا ناخد اليونان طيارة، ومن اليونان هنعمل ترانزيت هناك ونتحرك على كوبنهاجن عاصمة الدنمارك. نقضي هناك ليلة كاملة. بعد كده تاني يوم بكرة بعد أكتر من 24 ساعة من النهاردة عندنا طيارة 5 ساعات لعاصمة جرينلاند. رحلة صعبة ومختلفة ولكن احنا قدها كالعادة. بسم الله. رسميا حطت رجلنا في عاصمة الدنمارك كوبنهاجن. غير الحرارة -2 ولكن it feels like -12. عندنا هنا 24 ساعة وهنتحرك للأبرد من ده إلى جرينلاند. بصوا التلج في كل مكان. برد. وعشان نفهم أكتر قصة جرينلاند قابلت صاحبتي إيمي عشان نفهم وجهة نظر الدنماركيين عن شعب جرينلاند. Hi Amy. Hi. How are you? Good. I have one question. Yes. How much do you know about Greenland? In school, they teach us a lot about Greenland. So you are in the same country, but because of the distance, you're not like really connected. Like you don't know much about it because you never been there. No, I never been there. Is it regular? Like you have friends that go regularly, or like? No, not a. You're gonna be my first. No way. Yeah. أول صاحب ليها يزور جرينلاند ومش دنماركي. هنروح ونفهم أكتر. بس عايز أقول لكم قد إيه هم مهتمين بيها. بيعلموهم في المدرسة عن شعب جرينلاند، عن اللغة، ولكن في الآخر في أرض الواقع ما يعرفوش حاجة عنها أو ما يعرفوش كتير عنها غير العاصمة. غير كده ما يعرفوش حاجة. دول الدنماركيين نفسهم اللي بيعتبروا جرينلاند جزء من دولتهم. صباح الخير. دقت ساعة العمل. لبسنا وجهزنا. الأسبوع اللي جاي كله أو الفيديو اللي جاي كله هتشوفوني بالمنظر ده. هنقفل الجاكيت وهنتحرك إلى جرينلاند معشوقة ترامب. إلى جرينلاند. الطيران الجرينلاندي. طيارة واحدة من هنا لجرينلاند مكلفاني $940 one way. يعني أنا بس ذهاب بالعودة. لسه ما حجزتش العودة بتاعتي عشان أنا معرفش هوصل هلاقي هناك إيه. يمكن نستكشف أكتر، نطلع الشمال، نوصل القطب، نوصل حاجات غريبة. فرحلة إلى المجهول كالعادة زي رحلاتنا. رحلة مكلفة جدا. اللي يسألني يقول لي ليه رايح جرينلاند؟ عشان كالعادة لازم نجاوب على أسئلة الناس. المرة دي كمان أسئلتي. دي دولة أنا طول عمري بسمع اسمها، لكن عمري في 90 دولة سافرتهم ما قابلت واحد من جرينلاند أو سمعت واحد بيحكي لي أنا رحت جرينلاند كانت حلوة تستاهل الزيارة. طب ليه يا جماعة؟ ما البلد عادي ليها طيران ممكن غالي، بس في ناس بتسافر وبتدفع فلوس. طيران من أوروبا سهل، وأنا بقابل أوروبيين كتير بيسافروا. ليه ما حدش راح؟ أنا لحد من 4-5 أيام تقريبا ما كنتش أعرف إيه هي عاصمة جرينلاند. عاصمة جرينلاند اسمها نوك. نتكلم أكتر عن جرينلاند ونحكي القصة طبعا لما نوصل. نعدي السكيورتي، نخلص كل حاجة ونطمن، والباقي على الله. متخيل إن أنا في يوم أكون راكب طيارة مكتوب عليها إير جرينلاند إلى جرينلاند، ولو ركزتوا معظم الحاجات اللي بتشحن في بطن الطيارة دلوقتي هي مش شنط سفر، هي كراتين. وده بسبب ان معظم الحاجات اللي عايشين عليها شعب جرينلاند كلها بتيجي سواء بالجو او بالعبارات من الدنمارك. فالطيارة دي بالنسبة لهم تنقل بشر، ولكن في نفس الوقت بتنقل حاجات كتير بيستخدموها في حياتها اليومية. أول مرة أشوف علم جرينلاند كمان. الطيارة تقريبا 5 ساعات أو 4 ساعات ونص هنروح لجرينلاند. ومن أول ما وصلنا عند الطيارة الناس شكلها اتغير. الجرينلانديين أصلهم مش أوروبي،
اصلهم شعوب اسيويه جايه من القاره المتجمده شمال اسيا، سيبيريا. وبالمناسبه بما ان الرحله دي مكلفه وصعبه، حبيت احكي لكم على سبونسر النهارده اللي من غيره ما كناش نقدر نعمل الفيديو ده، فاتمنى تشكروه بجد، هو يستاهل. شركه MG انترناشونال للسفر والسياحه، اكتر شركه بقت متخصصه مؤخرا في مصر لتطليع الفيز. طلعوا لاهلي فيز كتير قوي، طلعوا لمريم مراتي فيزا اوروبا، طلعوا لها فيزا امريكا. اكتر ناس بروفيشنال ومتخصصين مش بس في السياحه، متخصصين في الهجره، متخصصين في فيز البحث عن العمل. ممكن يجيبوا لك فيزا بحث عن عمل في اوروبا، تروح تدور على عمل في اوروبا. ممكن يجيبوا لك فيزا دراسه في دول مختلفه كتير، متخصصين في اوروبا وكندا وامريكا بالتحديد. اكتر حاجه يقدروا يجيبوا لك ميعاد لو ما فيش مواعيد كتير عشان تقدم على الفيزا ومستعجل، تواصلوا معاهم. شركه انا بثق فيها وبتعامل معاها من زمان وعملت لكم فيديوهات عنها كتير، فشكرا ليهم. وخلاص جرينلاند تقترب. معلومة أول مرة أعرفها، جرينلاند تابعة للدنمارك، دولة الدنمارك رسمية، لكن ما تقدرش تزورها بالشنجن فيزا. أنا عشان معايا باسبور أوروبي مسموح لي أروح هناك، ولكن لو أنت مصري مثلا أو عربي ومعاك فيزا شنجن ما تقدرش تروح جرينلاند، محتاج تروح سفارة الدنمارك نفسها وتطلب حاجة اسمها دانش تيريتوريز فيزا، اللي هي الأراضي الدنماركية الغير شنجنية، يعني مش في الشنجن، فاهمين؟ فالوصول لهناك مش سهل. احنا في الطيارة 4 ساعات. بصوا الناس شكلها مختلف تماما عن الأوروبيين تماما. اللغة اللي سمعناها دي هي اللغة الإنواتية أو الجرينلاندية، أول مرة أسمعها في حياتي. بيقول لك دي واحدة من أصعب اللغات في العالم، هي لغة رسمية. رسميا هبطنا في عاصمة جرينلاند. من هنا هنتعشق مع بعض. واللحظات الأولى في جرينلاند، تنزل من الطيارة، ما أصلا ما عندهمش غير رحلة واحدة، طيران رسمي بتاع الدولة الجرينلاندية، فتقريبا هتلاقي الأسطول بتاعهم طيارة أو طيارتين. مش غير الطيارة اللي ورايا دي، الطيارة الكبيرة الوحيدة اللي بتروح الدنمارك. بعد كده طيارات صغيرة تانية بتروح بقى المدن اللي جوه جرينلاند نفسها. وادي طياره وادي طياره، وده المطار. والجو مش برد قوي، يعني الطيار لما نزلنا قال لك درجه الحراره دافيه، الجو دافي والشمس طالعه ومفيش سحاب، وقد كان، ولكن كان بقى درجه الحراره نيجاتيف 12، يعني نيجاتيف 12 ده الدافي بتاعهم. استمتعوا بالجو اللي هو ايه، الشتاء مش شدت حلو علينا النهارده. ده مطار جرينلاند اللي ليه قصه كمان مثيره للجدل جدا. ومن كتر من المطار صغير، الناس اللي جايه تستقبل اهلها واقفين بره بيشاوروا لهم على باب المطار على طول من على السور. الحاجات اللي شفناها كمان من الطياره كانت خياليه. الطياره الوحيده في حياتي اللي كنت ببص من الطياره فاكر ان احنا فوق السحاب، واتارينا طلعنا فوق جرينلاند. من كتر ما هي متجمده، هي كلها بيضه شيت، يعني ورقه، فشكلها تحفه من فوق. ايه قصته بقى يا باشا؟ المطار هي ان نوك عاصمة جرينلاند ما كانش عندها مطار لحد 2020، كانوا بيضطروا ياخدوا الطيارة الكبيرة دي ينزلوا في مدينة تانية، ومن هناك عشان تروح عاصمة دولة بحجم السعودية محتاج تاخد طيارة داخلية من الصغيرين دول. فجم في 2020 قالوا عايزين نعمل مطار بقى للعاصمة بتاعتنا يعني. فمين قرر يساعدهم؟ مش الدنمارك. الدنمارك قالت لهم لا، ما عنديش ميزانية ليكوا، رغم ان انتوا جزء من دولتي وعاصمتكم ملهاش مطار كبير يستحمل رانوي كبير، طيارة كبيرة. دخل بقى مين؟ الصين دخلت قالت لهم انا هديكوا قرض تبنوا المطار بشرط ان تكون الشركة اللي هتبني شركة صينية. وافقوا. وفجأة امريكا اتجننت وقررت ان الديل ده لازم يتلغي، وراحت نطة للدنمارك قالت لهم ازاي تسيبوا حاجة زي دي تحصل، بما ان هم كانوا حلفاء لحد ايه الدنيا بدأت تتلخبط اليومين دول، كانوا حلفاء. فطبيعي الدنمارك قالت لهم سمعا وطاعا ولغت الديل مع الصين، وقررت تدفع هي من ميزانيتها اللي ما كانش عندها ميزانية ليها انها تبني مطار نوك الدولي اللي هو من 2020. فالحرب هنا مش حرب بس بالسلاح، الحرب هنا بقى لها سنين على مين هيقدر يمتلك او يبقى عنده نفوذ وسيطرة مع الحكومة الجرينلاندية ويساعدهم ويبني لهم
النفوذ الاقتصاديه بتبقى ساعات اقوى من نفوذ الحرب، يعني الحرب نفسه. وده المطار، بتنزل تلاقي ديوتي فري والناس فوق مستنيين يركبوا الطياره دي، تخرج على طول. لو انت معاك شنطه زي كده مش محتاج تستلم الشنطه. كده خرجنا من المطار. مش ضامن لو هيبقى فيه استخدام لكارت البنك كتير هنا، ممكن تدفع بأبل باي ولا لا، فخلينا نسحب كاش. والفلوس هنا العمله هي العمله الدنماركيه مش اليورو، اللي هو الدانش كورونا. خرجنا من المطار. الشريحة الدنماركية ما بتشتغلش هنا، ودي حاجة غريبة جدا رغم انها دولة الدنمارك، صح؟ الشريحة الدنماركية ما بتشتغلش، والتوقيت اختلف 4 ساعات. يعني هنا الساعة 12 الظهر، في الدنمارك الساعة 4 العصر. جيت لكم عن قصة الصين استخدمتها عشان توحد الدولة بتاعتها رغم انها مساحتها كبيرة. عملت من اول حدودها في الغرب للشرق توقيت واحد موحد للدولة كلها، وده بيخلق ترابط ما بين مواعيد، الناس بتصحى وتنام في نفس الوقت، كله حاسس ان هو واحد. لكن هنا مفيش النظام ده. انا سافرت في وقت وصلت في نفس الوقت، ما ضاعش من عمري حاجة في الطيارة. ناخد تاكسي. يعني انا سافرت في وقت وصلت في نفس الوقت، ما ضاعش من عمري حاجة في الطيارة. ناخد تاكسي. The first time in Greenland, yes. Okay. The weather is considered good, right, for winter? It's warm. It's very warm. We have last time is 15 minus degrees. This time. You're from Greenland? Me? Yes. Yes. I am from Greenland. Where are you from? I'm from Egypt. Egypt. You know Egypt? Okay, yeah, it is. Pyramids. Yes, pyramid. yeah. واو، لما تخرج من المطار المحيط في وشك على طول. ايه المنظر ده؟ It's so beautiful. التاكسي تقريبا سعره $20، ولكن $20 في 2 كيلو. What is the longest ride you can drive in Nuuk? A whole Nuuk, maybe half an hour. Half an hour all Nuuk. Yes, all Nuuk. Wow. But you can't go to other cities with car, huh? No road. No road. No road. Kalaslit no na nutsikisuat. Welcome to Greenland. Lot of snow, but not. شايفين إشارة المرور دي؟ دي واحدة من إشارتين مرور موجودين في الدولة كلها، اللي مساحتها قد السعودية وقد الجزائر. إشارتين مرور في الدولة كلها بسبب قلة العربيات. وصلنا، كملناش كلمتين، لسه هبدأ أصور. وصلنا في العمارة دي. تكاس. كل ما أسأله على حاجة يقول لي في الشارع ده، أسأله على حاجة يقول لي في الشارع ده. من الآخر البلد كلها عبارة عن شارع ومول واحد وكم حاجة كده وخلاص. وصلنا العمارة دي. طبعا زي شمال الدول الاسكندنافية كلها، البيوت هنا مش مبنية من الخرسانة، ولكن مبنية بيوت عشان ما تتجمدش من تحت الخرسانة وتقلب مية وبوظ. البيوت اللي بتيجي جاهزة بتتحط على طول. كل البيوت هنا كده. تجي بقى نشوف هنوصل للشقة بتاعتنا ازاي. واحدة من أغرب القصص اللي عشتها. وصلت على الشقة بتاعتي، كود اللي بنجيب منه المفتاح متغير، فمش عارف اوصل لصاحبة الشقة، معيش انترنت لسه. فنزلت اسأل كل الناس اللي في الشارع، انا ساكن قدام الاشارة الوحيدة، كل الناس بتقف هنا. سألت ما لا يقل عن 7 أشخاص، كلهم قالوا لي احنا ما عندناش انترنت في موبايلنا. قالوا لي عايز انترنت روح المول. فالمول اهو والشقة اهي، لدرجة ان انا سبت شنطتي قدام الشقة وهروح المول اشوف فري انترنت عشان اروح افتح باب الشقة عشان اكلم الست. ولا واحد ماشي في الشارع معاه انترنت، كلهم بيقولوا لي احنا ساكنين هنا فمش بنحتاج النت. انتوا مجانين؟ مفيش نت في الشارع ولا ايه؟ احنا وصلنا فين؟ اهلا بكم في جرينلاند القطب الشمالي. محدش معاه داتا في موبايله، وانا اللي مستغرب ليه ما عندهمش محل سيم كارد في المطار. ما اكيد اذا كان الشعب نفسه معهوش سيم كارد. خدنا المفتاح ودي الشقة اللي هنسكن فيها. ايه يا عم، حد يحط لي صورة جدته اول ما اخش كده؟ فيلكومون كلاوديا. دي كلاوديا صاحبة البيت، حاطلي كرباج. في ايه يا عم؟ ده الحمام. سعر الشقة دي $200. الله، حلوة قوي. $200 في الليلة طبعا كتير، ولكن في دولة زي دي كل اللي فيها شارع واحد وعمارة واحدة ان حد يديلك بيته صعب. انا في الشارع الرئيسي عند الاشارة. قبل ما اجي البلد كنت خايف لسه هسأل بقى وادور اصور فين الاشارة الوحيدة اللي موجودة في البلد. طلع ساكن على الشباك اللي فوقيها اهو. دي الشقة، الشمس ضاربة فيها طول اليوم، متدفية وجو جميل.
استمتعنا بمنظر البلد من فوق بالدرون. غيرت، صلينا ونزلنا نستكشف. مش عارف ايه حظي ان انا ابقى ساكن عند الاشاره الوحيده، فهضطر كل مره اعدي الشارع لازم استنى دوري في الاشاره. هنروح المول دلوقتي نستكشف ونشوف الكوميونتي بتاع الشباب ونتحرك ناحيه المحيط. هنتمشى، كل ما احط مكان عايز اروحه يطلع لي انك عشان تروحوا مشي. كنت فاكر الناس كمان هتبقى شويه متضايقه من الكاميرا او مستغربه، ولكن كله في حاله تماما. هي دي البلد، ده الميدان الرئيسي يعتبر بتاعهم. دي البيوت اللي تعتبر شويه رخيصه، بلوكات. واول مره اشوف علم جرينلاند من ساعه ما وصلنا، ودي حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. كنت متوقع ان بما ان في مشاكل كتير اليومين دول هشوف علم الدنمارك كتير، هشوف علم جرينلاند كتير، ولكن مفيش خالص، صفر يعني. ولا حتى على باب المطار في علم. ده الشوبينج مول الوحيد يعتبر في الدولة كلها، اسمه ايه؟ نوك سنتر. حرفيا المول كله ما يكملش محل كبير عندنا في مصر. عندهم محل نظارات، محلين لبس او 3 محلات لبس، محل هدايا، محل اطفال، سوبر ماركت كبير. ومحلات اللبس ولا براند، يعني مفيش اي حاجه هنا. براند كبير فاتح هنا المحل بتاعه، كلها محلات بتجيب البراندات وتبيعها كلها على بعض في ستور واحد مجمع كل حاجه. هنروح في صيدليه كبيره، وهنروح سوبر ماركت لو في سوبر ماركت كبير. اتوقع ده سوبر ماركت. مفيش زراعه، فمفيش فاكهه ومفيش خضار. كل حاجه تيجي هنا بتيجي عن طريق البر او الجو من الدنمارك. كل حاجه سعرها مبالغ فيه. شويه التفاح دول ب40، يعني تقريبا ب$8. $8 ده رقم يعني يجيب لك ايه، 400 جنيه مصري تجيب 6 تفاحات. الاناناسية ارخص من ال6 تفاحات، ما اعرفش ليه. الاناناس ب36، يعني بنتكلم تقريبا $6.50، $7. Hello. It's very expensive, huh? Yeah. Very expensive. Everything has to ship in. So you never do farming here, right? Yes, in South Greenland. So all of this stuff are shipped? Yeah, mostly. Okay. Very expensive comparing to Europe. Yeah. Good luck. Yeah. بس الجامد في الموضوع ان الناس كلها لذيذة، حاسين ان هم عايشين في عيلة. حرفيا كل الشعب على بعض 56,000 واحد، 20,000 واحد منهم بيعيش في العاصمة والباقي متوزعين على القرى. كل واقف بيسلم على بعضه، يعني ما اظنش اي حد هنا ممكن يعمل اي حاجة غلط. يعني فرق ما بينك وما بين اي حد في البلد شخص بالكثير. لو ما كنتش تعرفه دايركت هيبقى فرق ما بينك وما بينه شخص. فين يعني 20,000 واحد؟ يعني ما يملاش استاد صغير بتاع تدريب. ولكن على قد ما حاجة غالية كل حاجة موجودة، ودي حاجة كويسة ان مش حياتهم بائسة. واعلى نسبة انتحار تعتبر موجودة في جرينلاند، بس الحياة فيها الحلو وفيها الوحش. ده سوبر ماركت في جرينلاند، كل حاجة موجودة. بصوا سعر الليز ده، مش حجم كبير يعني، في اكبر منه. 39. عارفين يعني ايه 39؟ يقسموها على 6.5، يعني بنتكلم في 7 برضه $، عشان تجيب كيس شيبسي. ازاي يعني الناس عايشة ازاي؟ كده مشوار التاكسي ب20، احنا هناكل شيبسي مش اكلين. الكلاب هنا اهم من العربيات، والكلاب هنا كلاب الهاسكي، فالناس بتمشي بيها في الشارع. بيقولك في كلاب اكتر ما في عربيات. بيقولك ايه بقى، ان ممنوع قانونا تجيب اي نوع كلب غير هاسكي تجيبه هنا لاسباب كتير، منها ان هو دي الثقافه بتاعتهم، هي الكلاب الهاسكي اللي بيستخدموها في البرد، لان في مدن تانية غير العاصمه ما فيهاش عربيات تماما، لا الكلاب بتجرهم. والحاجه التانية حفاظا على جينات الكلاب الهاسكي، عشان ما يحصلش وكلب يختلط بكلب بلدي تاني من القاهره مثلا، فالجينات بتاعت الكلاب دي تبدا تضعف، ما تستحملش الجو ده. هم محافظين على جينات الكلاب دي، بيتجوزوا من بعض، ودي حاجه الصراحه عمري ما فكرت فيها زي هم يحسبوها كده، وده اللي بيحصل. الناس عندها كلابها عزيزه قوي. دخلت سوبر ماركت تاني، جبت كيس شيبسي وما سالتش على سعره، قلت هيطلع كام يعني. لقيت كيس شيبسي صغير طلع ب2 €، يعني بتاع ده 110 جنيه. هذا هو اصغر من ايدي، ودي الاشاره التانية اللي في البلد. خلصت البلد.
من احلى المناظر اللي ممكن اشوفها في حياتي غروب الشمس من جرينلاند القطب الشمالي. البيوت دي بترمز لحاجات مختلفة، البيت ده بلون، ده بلون، الاحمر لون، الاخضر لون، ودي تقاليد قديمة هنا عشان اللي من المراكب كانوا يعرفوا. المتجر ليه لون، المستشفى ليها لون، المدرسة ليها لون، اسم الشرطة ليه لون. ولكن المنظر دلوقتي مش طبيعي. لسه كنت واقف مع ست من هنا بتقول لي ان ده مش العادي، لقيتها متحمسه بتقول لي، بقول لها انت ايه ده اول مره تيجي ولا ايه؟ قالت لي انا عايشه هنا بس ده مش العادي. التلج من كتر ما هو بيسيح وفي رياح بدا يدخل، دول بيسموها الايسبرجز او يعني تكتل جليدي او جبل جليدي وسط المحيط. الميه بتحركهم، لو ركزتوا هتلاقيه بيمشي حبه بحبه، هيمشي ويخش جوه في رياح شماليه، ده اتجاه الشمال. التلج اللي سايح ده كله في الميه عباره عن جليد اتفكك وساح ومشي. مكان رهيب. بصوا المنظر. الجو هنا اظن ده بيقولك واحد من انظف الاماكن اللي ممكن تشم فيها اكسجين على الكوكب كله. مفيش تلوث ضوضائي، بصري، اضاءة، مفيش تلوث في اي حاجة، مفيش مصانع، مفيش اي حاجة هنا بجد مفيش اي حاجة. ولو عايزين نحكي بقى قصة جرينلاند فالقصة كالآتي يا صديقي. ايه علاقة الدنمارك بجرينلاند الاول؟ جرينلاند اصلهم من الانوت. شعب الانوت ده من سيبيريا، جم عاشوا هنا من آلاف السنين. ايه اللي دخل الدنمارك؟ الدنمارك احتلتهم في سنة 1700. بس قبل ما نوصل لده، هو ايه اللي يخلي جزيرة كلها لونها ابيض تتسمى الجزيرة الخضراء، جرينلاند، الارض الخضراء؟ بيقول لك يا صديقي دي اكبر اكذوبة في التاريخ القديم. جه واحد كان منفي من ايسلندا من الفايكنجز زمان، فاخد المركب بتاعته ووصل جرينلاند. ولما وصل هنا عجبته، قال لك انا عايز ابني امبراطوريتي بتاعتي هنا، طب انا اللي بدات وجبت الناس الفايكنجز هنا اول مره. فرجع تاني ايسلند بعد كام سنه وقال لهم انا لقيت جرينلاند، لان ايسلند كانت ارض بركانيه، ارض صعبه، رياح. قال لهم الجرينلاند هنقدر نزرع هناك ونعيش. ودي بيقول لك اكبر كذبه في التاريخ القديم. ضحك عليهم وقال لهم ارض خضراء ولكن هي ارض بيضاء، ومن ساعتها متسميه لسه جرينلاند. سبحان الله، قصه غريبه. ولكن نكمل يا صديقي. ايه اللي بيخلي بقى الدول كلها النهارده عماله تطمع في جرينلاند رغم انها ولا حاجه، بعيده متجمده؟ هي ان جرينلاند بدات تسيح. يعني بصيتوا على الصوره دي، بحر الشمال بدا يسيح وجرينلاند بدات تسيح. بيقول لك لو التلج اللي في جرينلاند ده ساح، منسوب البحور في العالم هيزيد ما لا يقل عن 7 متر. البحور بدات تسيح، فالوصول الكره الارضيه مش زي ما بنشوف على الخريطه مستطيله، الكره الارضيه كوره. فروسيا فوق هنا وامريكا هنا وكندا والاسكا يقدروا يجوا ببعض بحاجه بسيطه قوي. وده كمان هيأثر علينا احنا كمصريين. لو البحر الشمالي ساح، قناه السويس مش هيبقى ليها لازمه. وده اللي بيحصل دلوقتي. عشان كده كله طمعان في جرينلاند، ان هو هيبقى ممر التجاره العالمي قريب، وهيبقى ممر ما بين اقوى دولتين في العالم، امريكا وروسيا، يتخانقوا مع بعض من الشمال بسهوله. فكله عايز يسيطر عليها. هتبقى عايز تروح من روسيا لامريكا او من الصين لامريكا في ثواني بالبحر. البحر كان شكله كده في الثمانينات، والنهارده بقى شكله كده، بحر عمال يسيح وجرينلاند عماله تسيح. وكمان لما بدأت تسيح جرينلاند بدأوا يكتشفوا موارد في جرينلاند كانت مستخبيه، لان بيقولك طبقه الجليد دي في مناطق فيها بتوصل ل3 كيلو متر ارتفاع طبقه الجليد، فمغطيه موارد محدش سمع عنها على الكوكب. بيقولك الموارد الموجوده هنا نفس الموارد الموجوده في تايوان اللي بيستخدموها في الموبايلات، واللي مخليها الصين وامريكا بيتخانقوا على تايوان. نفس القصه هنا، كله بيتخانق عشان موارد وعلشان نفوس سياحيه. ودي ببساطه القصه. مين عايز يستحوذ على جرينلاند النهارده؟ بسبب ان جرينلاند بدات تسيح. لما كانت ارض متجمده ما كانش حد مهتم بيها، النهارده بقت اهم مكان على كوكب الارض، واللي سميناه معشوقه ترامب. Trump wants to buy Greenland. It's a large real estate deal. So the concept came up and I said certainly I'd be strategically it's interesting. بصوا غالبا ده محل بتاع الجلود. هنا اكتر حاجه بيصطادوها هو السيل او الفقمه. يقول لك الجلد بتاعه هو اكتر جلد خلى الشعوب هنا عايشه. ده مكان شكله مدبغه، معلقين الجلود فوق، وبيصطادوا كمان الحيتان، بيصطادوا كل حاجه هنا. والموضوع ده ليجي في العالم كله، ما ينفعش تصطاد الحيتان الا هنا. وده اللي رايحين نجربه دلوقتي، اكله الحيتان هي الاكله الرسميه عندهم في جرينلاند. جينا على الشط، بس كميه التلج تلج بجد، يعني قطع تلج نظيفه
اظن المفروض ده يبقى انضف ميه ممكن تشربها في حياتك. تلج البحر الشمالي، بصوا قطعة عاملة ازاي. ميه مالحة بس شويتين. واحنا واقفين شفت اغرب واحلى الحاجات اللي شفتها في حياتي. ايسبرج، واحد من التكتلات الجليدية دي ساح قدامي، اتكسر ساح، المية زادت من قوته وبيمشي هناك اهو. ده كان جبل واتقلب وساح. واو. تعرفت على شباب لذيذة من جرينلاند، سألتهم على حاجة كده وبعد كده سبتهم ومشيت، وبعد كده قرروا يجوا. قالوا لي انت مش صحفي صح؟ قالوا لي تيجي ناخدك بالعربية نلففك لفة في المدينة. فهم دول الشعب كله من ساعة ما وصلت الصراحة لذيذ بشكل غير عادي، والمنظر ده مش طبيعي، عمري ما هنساه في حياتي. كمية التلج الماشي بس في المحيط كده، والقمر اللي طالع، القمر أصلا طالع. Let's go. Really? Yeah. If you come, I will host you. Yeah? I swear, because my family have like an Airbnb. Yeah? And you can stay at my place. بيقولوا لي ان دلوقتي وقت الذروة، الناس خارجة من الشغل، فهتبقى في شوية زحمة. This is traffic for you, huh? Yeah. And not right now, but yeah. دي الزحمة بتاعتهم. في كام عربية في الشارع، فبقول لهم شفتوا زحمة القاهرة؟ دي زحمة القاهرة. Look. دي الزحمة، ان في الميدان ممكن يستنوا عربيتين. This is traffic. You are waiting for like 2 cars. زحمة اهي، شايفين الطابور؟ زحمة جدا. ده السجن بتاعهم اهو. I don't think there's any people in prison. Like 10 people? No. It's very small. ده السجن، ده فيو السجن عندهم. No, they come from المحيط. From all over Greenland, right? Yeah. وبكده رسميا نبقى خلصنا، وصلنا للنهاية بتاعة الهاي واي او الطريق في العاصمة نوك. بعد كده لو عايز تروح اي مدينة تانية، يعني المدينة اللي البنت منها، لازم تاخد طيارة، ودي اللي هنروحها في الفيديو الجاي. خليكم متابعين معانا، اعملوا سبسكرايب لو مش متابع. الطريق بيخلص هنا، اخره هنا. دي منطقة عسكرية ما ينفعش نوصل لها، ده اخر الطريق، هناك مفيش. وده المنظر. وكان في دوكيومنتري بيعتبر ان السجن ده، الناس اللي فيه، ان هو اصعب سجن في العالم. النكتة ليه؟ عشان بيقولك تبقى قاعد هناك، الشباك بتاعهم بانوراما، عاملين لهم شباك بانوراما يا حبايبي، وده الفيو بتاعهم. بتتعذب، شايف الفيو والحرية دي كلها، المحيط والجبال والتلج، وقاعد في السجن بتتفرج عليه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ الصراحة المنظر رهيب. احنا في اخر شهر 1 ولحد دلوقتي التلج منزلش، ودي حاجة غريبة جدا. في العادي في الشتاء كل ده بيبقى ابيض، ابيض كامل. احنا بنتكلم في جرينلاند في القطب الشمالي، ان يكون في خضار في الشتاء، وان انا ابقى لابس جاكيت وتحتيه حاجة واحدة بس وايديا كده، ده مش عادي. وصلنا بالظبط 7 دقايق تانيين، وصلنا لاخر الطريق السريع من الناحية التانية. ده اخر الطريق السريع على المحيط هنا. وبيقولوا لي ان هم عندهم جامعة واحدة هنا، هياخدوني نزورها. صراحة شعب لذيذ جدا ومرحب، وانا بالنسبة له حد عمره ما شافه. هما الاتنين عمرهم ما شافوا حد من مصر قبل كده، فاكيد بالنسبة لهم عندهم فضول زي ما انا عندي فضول. منظر لوحة فنية، الابيض مع الاسود مع الاخضر، لوحة فنية. النفع الوحيد اللي موجود في العاصمة. خدوني جوه المينا عند عبارة. الو، عند عبارة دنماركية من الجيش الدنماركي. قلت لهم ده ليجل؟ قالوا لي عادي. قالوا لي ممكن تنزل تسأل الضابط تخش جوه. Should I ask him? Really? Ask him. Wow. Is it okay to take a video? الضابط قال لي اطلع، ولو عايز تصور ممكن تصور، بس ممكن يضايقني شوية الموضوع، فبلاش.
وقعد يحكي معايا بيقول لي عادي احنا تشيل يعني ما عندناش حاجه. بيقول لي المركب دي مركب حرب، معظم الوقت بنحمي الناس في البحر، ولكن ممكن نحمي بلدنا، لسه ما احتاجناش نستخدمها بس احتمال نستخدمها في المستقبل. مركب حرب اهي، عندهم السلاح قدام. انا في المينا في وقت الحرب، تخيلوا كنت تروح اي دوله. ده اللي بحبه لما ناس قبل ما اجي هنا قالوا لي خلي بالك وبتاع ومش عارف ايه، قلت لهم فكره ان الاوروبيين للاسف ناس دماغهم متفتحه. انا لو رحت اي دوله في العالم من الدول المتاخره شويه سياستها قديمه مستحيل توصل لحاجه زي دي. ولو ماشي في الشارع بصور في وقت فيه تنشنز وفي وقت يعني مشاكل ما بين دول الناس كلها تبقى خايفه منك وشاكه فيك. هنا عادي الناس كلها تمام. اهي باي باي الظابط صاحبي. He's so nice. Wow. Didn't expect this, especially because of the tensions and everything. I thought he would be no. ألزز ناس في الدنيا. بقالي تقريبا ساعتين معاهم بنلف وبنروح وبنستكشف. ودوني كل الأماكن اللي على حدود المدينة. هو أصلا سواق تاكسي الولد، يعني بيدرس في الجامعة وسواق تاكسي في نفس الوقت. ونزلوني هنا نروح ناكل بقى حاجة محلية كده. اليوم خلص. هنجرب أخيرا الأكل الجرينلاندي. وبفتح المنيو لقيت إيه؟ لقيت ويل حوت، لقيت رايندير اللي هو الغزالة اللي هي حيوان الرنة. بياكلوا الرنة وبياكلوا الفقمة وبياكلوا الحوت. عبط. طلبنا حوت النهارده نبدأ بيه. أول مرة في حياتي أكل حوت. أكلت قبل كده قرش في الصومال. النهارده هناكل الحوت، وبكره نبقى نجرب الرنة بقى، نجرب الغزالة. قرروا يجيبوا معايا ويجيبوا لي طبق ستارتر صغير كده، حتة رايندير رنة. الغريب في الموضوع ان طعمها شبه التونة قوي. دي لحمة الرنة ومدخنة بس عجبتني، حلو. حان الوقت لتجربة الحوت. ريحته غريبة قوي، ريحته زي الكبدة بالظبط. معرفش ليه، كأنها كبدة جريل متشوحة. هما هنا بيطبخوه في الطاسة. أول مرة نجرب الحوت، حتى لون اللحمة بتاعه غامق جدا. أوبا، ها هو الحوت ده، لحم الحوت. طعمه أبعد ما يكون عن السمك، مفيهوش زفارة السمك. طعمه أقرب للحمة للكبدة، عشان كده ريحته يمكن شبه الكبدة. طعمه حلو قوي قوي يعني قوي، ممكن أكله كتير. جربوا الحوت لو عندكم فرصة. دفعنا مبلغ وقدره $85 في شوية الحاجات اللي أكلناها دي. أنا الصراحة جيت فندق 5 نجوم بس عرفت معلومة من الويتر بيقول لي إحنا بنقدم الحوت في منيو اللحوم مش في منيو السي فود، ودي معلومة صدمتني. نطلع دلوقتي بقى نشوف البلد بالليل عاملة إزاي. شفناها الصبح، بالليل ده اللي هو يعني الساعة دلوقتي 6:30 فاضية. الشارع الرئيسي، السوبر ماركت قفل، محلات قفلت، كل حاجة بتقفل على الساعة 6. دي الإشارة التانية في البلد. أنا بيتي الإشارة اللي هناك آخر الشارع، فهنتمشى لمدة دقيقتين. طبعا مفيش حياة هنا بالليل يعتبر تماما. فمعروفين إن شعب جرينلاند أكتر شعب بيسكر وبيشرب في العالم كله. ومؤخرا الحكومة بدأت تغير من ده، لأن هم خلاص حياتهم بقت مدمرة، بالذات الناس الكبيرة شوية، لأن الحياة مملة. بعد ما الدنيا تضلم مفيش اي حاجه تعملها، يعني من الساعه 5 والشروق بكره الساعه 10:30 الصبح، يعني مش الفجر بتاعنا اللي هو 5 6 7 بالكتير. هنا 10 الصبح الشمس بتبدا تشقشق، فهو عنده ليل كبير. هلو، how are you? Where you come from? I'm from Egypt. From Egypt. One Arabian people. Arabia. Are you sure? Egypt. Egypt and Arabia. سكرانين اهو. Yeah, Egyptian. Okay. سكرانين خالص. You live here in Greenland? Yes, I'm. طبعا ريحتهم متدشملين سكرانين على الاخر، مش عارف هما بيقولوا ايه. وده الشعب كله بالليل بيبقى كده، يعني هو حرام بس هو لو مش حرام فبالليل هتقعد تعمل ايه؟ احنا عندنا اصلا في عاداتنا في بلادنا بنقعد بالليل على القهوة، فما بالك بقى هنا مفيش حاجة بالليل خالص. الشوارع فضيت خلاص، عربية واحدة هي معدية ومفيش. صحابي كلموني قالوا لي انزل بسرعة عشان في شفق او أرورا النهاردة. خلينا نشوف. الو، هي بجد من احلى الحاجات اللي شفتها في حياتي.
ما بتبانش في الصور زي ما بتبان على الحقيقة. فجأة بتلاقي السما فوقيك وبتيجي لمدة ثواني، فجأة بتلاقي السما فوقيك عمالة بتلعب ألوان، أخضر في بنفسجي في بامبا في أحمر في أبيض، وبيلعبوا هوا كده عمال يلعب. يعني مش حاجة ثابتة في مكانها. بص عليها زي السحاب لما بيبقى بيجري بسرعة، بس حاجة عمالة تلعب بتتموج وبتتغير. سبحان الخلاق، أول مرة في حياتي أشوفها بعد أكتر من 90 دولة. تحفة. ودي حياة الشباب معظمها هنا الساعة 11:30 بالليل، ودي حاجة ما توقعتهاش. الدنيا هتبقى زحمة ولسه في محلات صاحية أصلا. قالوا لي لا عادي، الناس بتبقى صاحية بالليل وبيسهروا، معظمهم بيشربوا وبيقعدوا، بس بيبقى على شكل كافيه. يعني كافيه وفي نفس الوقت هو مش بار، هو كافيه، ولكن الشرب حاجة أساسية عندهم حتى لو مطعم عادي. صباح الخير من اليوم التاني لينا في جرينلاند. النهارده نازلين نستكشف البلد أكتر ونعرف حياة الشباب أكتر. صاحبتنا هتاخدنا الجامعة بتاعتها. Good morning or like good afternoon. I'm sorry. No, it's fine. الاسم يوسفك. Yeah. اوكي، ده اسم الجامعة بس كده. يعني اصلا انت عشان تخش الجامعة محتاج تدرس اسم الجامعة. وصلنا الجامعة دي تعتبر الجامعة الوحيدة. It's the only university in Greenland. Yeah. الفيو لوحده من الجامعة يفتح النفس. تخيل كده هتبقى على المحيط والجبال، والنهاردة يعتبر عندنا شبه قمر مكتمل. القمر هنا بيطلع بدري جدا. خش الجامعة دي هي دي كذا مبنى. ده الباب الرئيسي. انا معرفش اذا كان ينفع نخش ولا لا. اسمها اهو إيلي سي مات أوسفريك سرفيك. بصوا الاستقبال بتاع الجامعة. هلو جماعة، شعب رايق قوي. سألنا الاستقبال ينفع نصور؟ قالت لي اكيد طبعا، ما فكرتش حتى ما ترددتش. جامعة شيك قوي. ده المطعم بتاع الجامعة. هنا في هول. بيقول لك الجامعة بدأت أول سنة قرروا يعملوا جامعة كانت في سنة 74، وأخدوا القرار في سنة 81. قعدوا 7 سنين عشان قرروا يبنوا الجامعة. كانت جامعة صغيرة لحد ما عملوا البيلدينج الجديد اللي هو ده في 2008. بس الفيو وانت قاعد هنا في مطعم الجامعة أو الكافيتيريا بتاعة الجامعة، فيو رهيب وروقان. مفيش واحد ما ضحك، مفيش ما عمليش باي باي عايز يتكلم. لما تبقى عايش في قرية صغيرة، أنا بالنسبة له زي ما هم فضول قوي بالنسبة لي، احنا كمان فضول بالنسبة لهم. خلنا الجامعة. أنا بتمشى كده مع نفسي في الجامعة، نشوف هتاخدنا على فين. بس مكتبة. هنا في فيندنج ماشين بس خلصانة. ده حمام الجامعة. تعالوا نخش نشوف حمام الجامعة. قمة في النظافة، متنظف، مفيش أي زبالة. والله العظيم سبحان الله، آخر العالم. والناس برضو لسه عاملة لنفسها بيئة نظيفة وبيحاولوا. بصوا هنا كده قعدات، تيجي تعمل برايفت ميتنج، تذاكر في هدوء. وفي زي محاضرة جوه دلوقتي بس مكسوف أخش أضايق الناس وازعجهم. بس المنظر من المكان بتاع المحاضرة، الفيو مش طبيعي. تخيل تبقى بتدرس هنا، ده الفيو. جينا المتحف الناشونال ميوزيوم بتاع جرينلاند. هو ده، مش البيت ده، لا، من اول هنا لحد هنا خلص. وبيقولك في مومياوات جوه. خلينا نشوف مومياوات الجرينلاندية عاملة ازاي. اغرب الحاجات اللي شفتها في حياتي، بيقولك هنا في جرينلاند زمان البنات او الستات على حسب التوكة اللي بتبقى لابسها في شعرها، على حسب هي ايه. دي لسه بنت صغيرة، دي متجوزة، دي متجوزة معاها بيبي، دي معاها بيبي بس مش متجوزة، دي جوزها مات بس لسه قادرة على الإنجاب، ودي خلاص جوزها مات وهي عجزت ومفيش خالص. وده لبسهم. شايفين لبس والعلم الجرينلاندي من زمان. كل حاجة مصنوع من جلود الحيوانات. سبحان الله اللي خلى البشر ربنا يديهم العقل ده من قديم الأزل، إن هم يلاقوا الطريقة اللي تخليهم يعرفوا يعيشوا بيها. وهنا دي مثال على أوضهم القديمة. دايما جلود الحيوانات موجودة، قاتلين الحيوانات وحاطينها، كل حاجة موجودة. دي أوضة جرينلاندية قديمة. بصوا ده اللبس كأنه حيوان. يعني هو كان حلهم الوحيد زمان عشان يقدروا يعيشوا في الجو ده،
ان هو يقتل الحيوان ياخد جلده كله ويلبسه، وربنا خلق الحيوان ده قادر على كده ان هو يعيش في الجو ده. سبحان الله. تعرفوا ان الجرينلانديين هم اللي اخترعوا الكاياك؟ يعني كلمة كاياك اصلها جرينلاند، بس الكاياك بتاعهم صعب جدا لان الكاياك بدائي. المومياوات بتاعتهم عمرها داخلة في 600 سنة، 550 سنة بالظبط. خليني اوريها لكم عشان شكلها غريب. فيها اطفال، اول مرة اشوف موميا طفل. دول الناس ماتوا من التجمد، العظم لسه موجود واللحم اهو. متحنطين بلبسهم، بس كانوا بيلبسوا لبس الحيوانات ازاي؟ كل حاجة من الحيوان. يعني تخيلوا كده معايا، احنا النهاردة بنلبس شرابات عادية، زمان كانوا بيعملوا ايه؟ او مش بس الشرابات، البامبرز بتاع الاطفال زمان كان بيتعمل من الارنب، وكانوا بيعملوه في الجزم ايزوليشن، والفقمة كانوا بيعملوا منها اللبس والجوانتيات والجزم، وبيعملوا منها معظم الحاجات. الشورت بانتس بيتعمل من الفوكس، والرنة بيتعمل منه الجلد بتاع دي، وبيتعمل منه inner boot الجزء الداخلي بتاع الجزمة. This is very interesting. وهنا بقى نيجي للدب. الدب كانوا بيعملوا منه الجزم الكبيرة اللي من بره، ده بيعملوا منه الجوانتيات اللي من بره، وده ومعرفش ده بنسميه ايه بالعربي، بس بيتعمل كمان منه حاجة. والكلاب كانوا بيتعمل منها حاجات. انتوا عارفين ان كل المراكب بتاعتهم قديما كانتش بتتعمل من الخشب من جوه، بس كانوا بيعملوها من الخشب البادي بتاعها، ولكن الكفر بتاعها من بره بيتعمل من الجلود. ده جلد، ده جلد، ده جلد، ده جلد، ده جلد. عمري ما جه في بالي ان الجلود قويه لدرجه انها تبقى عازله للميه، بس هي بتعزل الميه في الحيوانات، فبروبابلي بيستخدموها عشان ما بتدخلش ميه للحيوانات. فهم عملوا حيوان بس هم يقدروا يركبوه من الاخر يعني. بصوا هنا حاطين الفرو جوه ومن بره جلد حيوان، وده بسبب ان انا لسه واخد بالي دلوقتي مفيش شجر في جرينلاند كلها خالص، فمفيش خشب. الخشب اللي كان بيجي لهم معظمه كان بيبقى جاي من المحيط، البحر بيطلعوا على الشط وبيستخدموه، غير كده مفيش خشب في العادي. بصوا جلد. جو رهيب في الجزيرة دي، او انا حظي الحلو قوي فكرة ان يبقى في شمس ومعاها ابيض في كل مكان، تلج سايح في المحيط وبيمشي، وهدوء غير عادي بجد. اطيب شعب والذ الشعوب، يعني لو هنعتبر ان ده شعب اوروبي فبلا منازع ده اطيب والذ شعب اوروبي موجود. كلهم بيضحكوا لك، كلهم عايزين يساعدوك. الشط رجعنا له تاني، بس منظر التلج قد ايه سايح وماشي، والشمس حلوه، جو كلير. جينا كمان ورايا ايه بقى يا باشا؟ دي القنصليه الامريكيه في جرينلاند. فتحت امتى؟ في 2020. كان عندهم قنصليه ايام الحرب العالميه الثانيه في الاربعينات. اول ما الحرب خلصت اصلا امريكا كانت مش مسيطره على جرينلاند، ولكن كان عندها قواعد هنا، لان كان في حلف الاوروبيين مع الامريكان، كان في قواعد حربيه هنا امريكا. وبعد ما الحرب خلصت باعوها لجرينلاند بدولار، القاعده الامريكيه دي من كتر ما كانوا خلاص قال لك مش هنحتاجها. ترامب رجع قال لك انا عايز اشتري جرينلاند، وهنا الناس كرهوه وقال لك دي قله ادب. قرر يجي بقى بالطريقه الناعمه قبل ما يبدا قصه الحرب تاني، اللي هو قال لك في الاول عايز اشتريها، قرر يجي بالطريقه الناعمه، ما جابتش برضه. قال لك انا هحارب عشان اخد جرينلاند، لو ما رضيتوش تدوها لي او تتحالفوا معايا. وفتح لهم قنصليه هنا عشان احنا ايه بنحبكم وعايزين نبقى قريبين ليكم. قنصليه عباره عن بيت، اصل انت يعني كلهم على بعض كام واحد عشان يحتاجوا قنصليه؟ هو اصلا شعب جرينلاند معاه باسبور دنماركي، مش محتاج فيزا عشان يروح امريكا، فهو وجودها وجود استراتيجي مش اكتر. حتى اظن مش رافعين علم امريكا، يعني علم امريكا نازل، ده البتاع بتاع العلم الساري. غريبه ان مفيش علم امريكا، اول مره اشوف قنصليه او سفاره من غير علم ومن غير حراسه، يعني من غير حراسه خالص، ولا في بشر جوه، او مش شايف بشر، معرفش ليه. قنصليه الامريكيه في نوك. انا كان المفروض على اراضي امريكيه، زي ما الناس بتعتبر ان اي سفارة في الدنيا هي جزء من الدولة صاحبة السفارة، فانا كده يعتبر في الاراضي الامريكية في جرينلاند. ده المنظر. اتمنى تكون جرينلاند عجبكم لحد دلوقتي، فادونا لايك وسبسكرايب عشان لسه الفيديوهات اللي جايه هتبقى احلى واحلى. هنروح نعيش اسبوع كامل
في القطب الشمالي المتجمد، اعلى جرينلاند في درجه حراره نيجاتيف 30 نيجاتيف 40. فخليكم متابعين معانا ونكمل استكشاف عاصمه جرينلاند. هنا نحضر الغروب من اخر نقطه في العاصمه نوك. وعايز اوريكم ايه اللي موجود هنا. المقابر هنا الديانه كلها المسيحيه، مقابرهم هناك، صلبان في كل مكان. اللي عرفته من كيرا صاحبتي ان هم في الاصل ما كانش عندهم ديانه، كانوا يعني عندهم شويه شعوذات او ابتكارات او ما عندهمش اي حاجه، لان الناس عايشين في التلج في الصقيع بيصطادوا وبيعيشوا خلاص، ما كانش عندهم دين. الدنماركيين هم اللي دخلوا عليهم الدين. دايما لما بتكلم معايا تقول لي الدنماركيين لما احتلونا، فهم بالنسبه لهم الدنمارك احتلتهم كده. من هنا من المكان الخيالي الجميل ده نختم الفيديو بتاعنا الاول من جرينلاند. ونقدر نقول كمختصر المفيد الشعب الجرينلاندي نفسه يبقى شعب جرينلاندي، هو ملوش علاقه بالدنمارك، ملوش علاقه بامريكا، ملوش علاقه باي دوله، عايز حريته. بس دلوقتي اظن هم ممكن يختاروا الدنمارك عن امريكا. في شويه حب للدنمارك ظهرت اخر فتره عشان خلاص عارفينهم ومتعودين عليهم، ما يعرفوش امريكا ممكن تعمل لهم ايه وتجيب لهم صداع، دولة بتحارب وبتعمل مشاكل مش زي الدنمارك. طول عمرهم كانوا نفسهم ينفصلوا عن الدنمارك. مؤخرا بكل اللي بيحصل ده قال لك احنا ما نقدرش نعتمد على نفسنا ونحمي نفسنا قوي للدرجة، فخلينا تابعين للدنمارك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وغير فكرات او عرفكم على حاجات جديدة كنتوش تعرفوها. ولو عجبكم الفيديو تعبنا فيه جامد قوي، فابعتوا له اصحابكم، اعملوا لايك. لو وصلت اصلا لهنا فانت اكيد حد انا بحبه وبعشقه، وانت ليك الفضل ان احنا نوصل اصلا للمكان اللي انا فيه ده دلوقتي. بس اشوفكم في فيديو جاي هنسافر للشمال، هنعيش اسبوع كامل في القطب الشمالي المتجمد، شوف حياة الصيادين، حياة البشر في القطب الشمالي عاملة ازاي في درجات حرارة نيجاتيف 30. اشوفكم في فيديو جاي، سلام.